اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل الزيتون في البيت بطريقه حلوه جدا زي المصانع بالظبط. عمره ما هيمرر معاكي وهيعيش معاكي من السنه للسنه. خليكم مع الوصفه. اول حاجه معايا 3 كيلو من الزيتون. ده زيتون عزيزي. لو عندك الزيتون التفاحي هي نفس الطريقه، بس الزيتون التفاحي بنشققه، اما العزيزي ما بنشققوش. معايا 3 كيلو من الزيتون العزيزي، عليهم كيلو الا ربع من الليمون. عايزه تكتري الليمون مفيش اي مشاكل. معايا كمان كيلو الا ربع من الجزر المبشور. معايا كمان كيلو الا ربع من الفلفل، ده فلفل حامي، واخده منه حوالي 5-6 قرون كده، فرماهم في الكبه لحد ما يبقى ناعم معانا خالص. تمام. يبقى كيلو الا ربع من الفلفل. معايا كمان حزمه كرفس كبيره. معايا كوبايه الا ربع من الخل الابيض. معايا كمان كوبايه الا ربع من ميه الليمون. تاخدي الليمون بتعصريه وتاخدي الميه بتاعته. معايا كمان نص كوبايه من الزيت. عندك زيت زيتون ماشي، عندك اي زيت، بس الزيت يكون نوعه حلو ما يكونش ليه ريحه. معايا كمان معلقه كزبره ناشفه، معلقه حبه البركه، معلقه كبيره طبعا، معلقه كبيره من العصفر، معلقتين 2 كبار من السكر. طبعا السكر ماده حافظه كلنا عارفين عشان يعيش معاكي فتره طويله. تمام. هندخل بقى على الطريقه بتاعتنا. تجيبي بقى بوله فاضيه كبيره او طبق غويط عشان نعرف نقلب المقادير بتاعتنا كويس. هنزل بالجزر المبشور زي ما قلت لكم، ده كيلو الا ربع، يعني كل كيلو زيتون عليه ربع كيلو من الجزر المبشور. هضيف بقى الكرفس والسكر والكزبره والعصفر، وهضيف كمان حبه البركه، وهنزل كمان بالهريسه بتاعتنا اللي هم 6 قرون اللي احنا فرمناهم لوحدهم، وهنزل بالليمون، وهنزل كمان بالخل. الله على الخلطه وجمالها. وهنزل بقى بالليمون بتاعنا، وزي ما قلت لكم عايزين تكتروا الليمون كتروا، من الليمون بيتاكل قبل الزيتون. الله على الخلطه وجمالها. هنقلبها تقليبه كويسه، وبعد كده هنزل بقى بالزيتون. طبعا الزيتون بتاعنا ده اول ما بتجيبيه بتنقيه كويس من الشوائب اللي بتبقى فيه، ولو واحده بايظه كده برضو بتشيليها ترميها، وبتغسليه غسله كويسه وبتصفيه في المصفى. تمام. قلبت بقى الزيتون بتاعنا بقى بالشكل الجميل ده كده. خلاص الزيتون بتاعنا بقى جاهز. هنيجي بقى للخطوه المهمه. عشان نخزن الزيتون لازم يكون معانا برطمانات، لازم نعقمها. تمام. البرطمانات بتاعتنا بنعقمها ازاي يا بنات؟ بتغلوها في حله كده، بتحطوا فيها ميه وتسيبوها تغلي لمده 5 دقايق، وتخلي البرطمانات تغلي كده لمده 5 دقايق. بعد كده بتصفيها وتستخدميها عادي كده. خلاص بخزن بقى الزيتون بتاعنا بالشكل ده كده. وانت بتحطي الزيتون في البرطمان حاولي تضغطي عليه لتحت، وبتاخدي بقى قشر الليمون اللي انت عصرتي الليمون وخدت الميه بتاعته بتحطيه على الوش. وطبعا ما تنسيش تلبسي جلافز في ايديكي عشان ايدك ما تلتهبش من الفلفل اللي احنا حطيناه مع الزيتون. الفلفل ده بيبقى حامي قوي، فلو حطيتي بايديكي ايديكي هتلتهب. حاولي بقى تلبسي جلافز، او لو ما عندكيش جلافز زي كده لبست كيسه في ايديا كده. عبيت البرطمانات الازاز بتاعتي كلها. اتفضل بقى معايا زيتون ما شاء الله كميه كبيره. يعني ال3 كيلو زيتون دولت عملوا لي كام برطمان دلوقتي تشوفوه؟ عملوا لي 3 برطمانات ازاز، وجبت كمان برطمان من البلاستيك اللي هو الكبير ده، وعبيت باقي الزيتون فيه. انا بحب دايما اخلي الزيتون في برطمانات صغيره عشان اسحب برطمان ببرطمان كده على قدي. تمام. كده عبيت بقى البرطمانات بتاعتي. عايزه اقول لكم ريحته بس كده تتاكل دلوقتي. وبقى الزيتون بالشكل الجميل ده. هندخل بقى على الخطوه المهمه. هنيجي بقى للمحلول بتاعنا اللي هنسقي الزيتون بيه. انا معايا لترين 2 ميه. على كل لتر ميه بتحطي 4 معالق من الملح. حاولي بقى ما تزوديش ملح كتير ولا تقلليه. 4 معالق كبار هيبقوا مظبوط معاكي الحدق بتاعه. يبقى كل لتر ميه بتحطي 4 معالق من الملح. بقلبه كويس، وبعد كده بنزل بالميه واسقي بيها البرطمانات بتاعتنا كده، واسيب برضو حوالي سنتي فوق كده عشان هقول لكم هنعمل ايه. وبرضو بتهز البرطمان كده عشان الميه تنزل فيه من تحت. تمام يا بنات. ان شاء الله هتاكلوا احلى زيتون. وده البرطمان الكبير برضو كده. تمام. سيب بقى سنتي فوق كده. برضو بنهز البرطمانات عشان الميه تنزل تحت. هنجيب بقى نص كوبايه الزيت اللي انا قلت لكم عليها، سواء زيت زيتون او اي زيت عندك، بتوزعيه كده على وش البرطمان. وكده الزيتون بتاعنا بقى جاهز. هنيجي بقى للخطوه المهمه. شايفين جمال الزيتون؟ عايز يتاكل دلوقتي بجد. ان شاء الله هيعجبكم جدا. هنيجي بقى للخطوه المهمه عشان نخزنه. بنجيب بقى استرتش كده عشان نحكم البرطمانات بتاعتنا، ما نخليهاش تخر معانا، لان الزيتون بيقعد الاسبوع الاولاني كده في بدايه التسويه بيخر معاكي ميه لو انت مش حاكماه كويس.
اهو تحكمي بقى باسترتش، او ما عندكيش استرتش ممكن الكيس اللي هي بتاعه التخزين دي تحطيها كده تتنيها نصين وتحطيها على الوش وتقفلي البرطمان كده تمام. بعد بقى ما بنغطيه بنسيبه بقى لمدة 3 اسابيع، يعني بعد 3 اسابيع حاولي تبصي عليه ان شاء الله يطلع معاكم احلى زيتون. يا رب تكونوا وصلتوا للفيديو لحد هنا. يا ريت بقى لو وصلتوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، ولو عجبتكم القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.